مطالبها، وانه مسيبوهم 5 ايام وهم يعني بيطالبوا بفكره تغيير المحافظ. عدم رد الفعل البطيء، زي فكره رد الفعل البطيء من الحكومه ايام المظاهرات، عمل رد فعل ساخن جدا من ابناء قنا، واحساسهم بان هذا الرد البطيء للفعل معناها ان ابناء الصعيد ليسوا على ذاكره او اجنده الحكومه على الاطلاق. وده للامانه عمل حاله من حالات يعني مس في كرامه هؤلاء ومس في كبريائهم، وبالتالي دخلت المساله في هذه المنطقه. هذه نقطه اوليه، فكره الاحساس بالتهميش هو اللي دخل فيها. اما الامر الثاني في الحقيقه فكره، يعني انا عاتب بدايه على بعض الصحف اللي اشارت ان الموضوع ان الاقباط غاضبون على فكره ان المسلمين معترضين على ان المحافظ مسيحي. هذا غير صحيح بالمره. انا جاي من هناك. كتر خيرك يعني ان بتفهمنا النقطه دي، لانه ده النقطه الشائعه او دي المعلومه الشائعه. دي مساله غير حقيقيه بالمره، بل بالعكس الاقباط هم قبل المسلمين في فكره رفض المحافظ الجديد، وبالعكس هم بيطالبوا بان المحافظ ياتي بدون هذه المواصفات. يعني اقباط ومسلمين في قنا بيتظاهروا ضد المحافظ الجديد. طب ليه؟ ايه السبب؟ السبب اولا هناك بعض المعلومات بتقول بداية على أن هذا المحافظ كان نائب مدير أمن الجيزة، له سجل مشارك في موضوع المتظاهرين، وبعض المعلومات التي بثت عن طريق الفيسبوك من شباب الثورة هنا إلى شباب ائتلاف الثورة في قنا، فأعطى حالة من الاعتراض على هذه الشخصية. هذا جزء، لكن فكرة الجزء الآخر فكرة المسيحي ليس مرفوضا لأنه مسيحي، ولكن مرفوضا لأن هذه التجربة تختص بها قنا تحديدا دون غيرها من المحافظات، وبالتالي فشل هذه التجربة من الممكن أن تفشل الدولة في هذه التجربة، ويجب تعميمها. يجب نقلها إلى محافظات أخرى، بل بالعكس إنجاحها معنى أنها تقتصر على قنا هو في حد ذاته اختصار هذه التجربة في هذا الإقليم تحديدا، وكأن المحافظات الأخرى ترفض أن يتولاها محافظ مسيحي. هذا لا يجب أن نتغافله، هذا موجود بالطبع، لكن المسألة باختصار شديد ليس لأنه قبطيا، بدليل أن عدد كبير جدا من المسيحيين اللافتات كلها فيها أقباط ومسلمين يرفضون المحافظ الجديد. كويس إن حضرتك هذه مسألة يعني الرأي العام كله هناك بيؤكد على هذا بوضوح شديد، وأنا باعتباري واحد من أبناء قنا بؤكد على هذا المعنى. ولا يوجد بالفعل غضب قبطي من هذا الرفض الشعبي، ولا يوجد أي حساسية، بدليل أن الأقباط يحتفلون بعيدهم بمنتهى الحرية ومنتهى الود في هذه المسألة. كويس إن حضرتك وضحت لنا النقطة دي ابتداء، لأني عايز أسأل الأستاذ صفاء في الحقيقة. دلوقتي الأستاذ أبو العباس قال جملة مهمة جدا، قال إنه الفيسبوك كمان بقى بيحرك الأمور في قنا. إحنا الناس عندها فكرة تقليدية عن إن الصعيد مقفول. الصعيد دلوقتي طالوا التغيير إزاي؟ يعني قنا دلوقتي هي تعترض على المحافظ لأنها هي كمان قنا، محافظة قنا وأهل قنا عايزين التغيير على معايير جديدة. حضرتك شايف ده بيحصل في المجتمع القناوي إزاي؟ أنا أقول لحضرتك برضو أنا يعني باعتباري من أبناء قنا، يعني عايز أقول الأول، عايز أنا أهنئ إخواننا الأقباط بعيد الشعانين أو أحد الشعانين الزعف. إحنا بنسميه عيد الخوص. يعني إحنا صغيرين كنا، يعني النهارده لما شفت الأولاد بيحتفلوا بالعيد ده، تذكرت زمان لما كنا صغيرين وكنا نجيب الخوص ده ونجدله كده ونروح الكنائس مع إخواننا الأقباط. ومن هذه الجزئية أنا عايز أقول إنه قنا بالذات من أقل الأقاليم في الصعيد وفي بحري في الفتن الطائفية. يعني حتى الحوادث اللي كانت في نجا حمادي مثلا أو في بتاع، دي حوادث لا صلة لها بالديانة، يعني دي جرائم كانت جرائم جنائية. نيجي بقى لما يحدث الآن هناك. احنا عايزين نحط المسألة في وضعها الصحيح، لأنها هي وضعت خطأ في أنه أهالي قنا رافضين لمحافظ قبطي، وهذا غير صحيح. المسألة مش كده. المسألة ربما بدأت زي ما قال أبو العباس بالاحتجاج على تاريخ هذا المحافظ أو حاجة بالشكل ده، لكن المسألة إنه قنا بتبحث عن إجابة. يعني الجماهير في قنا بتبحث عن إجابة، لماذا قنا تختص
أو أصبحت تختص بأن كلما خلا منصب المحافظ يأتيها محافظ قبطي. بس تختص بمعنى ايه؟ يعني احنا بنتكلم على اللواء مجدي ايوب يعني السابق، احنا كده بنتكلم على 2 محافظين ولا كان في برضو؟ لا يعني لا 2 محافظين متواليين يعني. هل بهذه المثابة يعني أصبح كلما سيخلو منصب محافظ من قنا يأتيها؟ يعني انا مش فاهم ايه الربط يعني، معلش ايه اذا كنا احنا مطلعين مسألة الديانة بره الموضوع. ايوه طلعناها خلاص. هم عايزين يعرفوا السبب. طب ايه المشكلة بقى انه يبقى قبطي؟ ما هو لماذا، ما هو السؤال لماذا تختص قنا بهذه المسألة؟ يعني دي لم يضعها من عين هذا المحافظ مع احترامنا له في حسبانه. ما انت عندك 29 محافظة. طب احنا خرجنا الحكايه من الموضوع. مش عايزين لا ليه؟ ما هو السؤال ليه؟ ما هو ما حدش بيقول لهم ليه. يعني ما هو السبب؟ طب وهي ايه المشكله؟ يعني لو ده حصل برضو ايه المشكله؟ يعني ايه لا يعني ايه المشاكل اللي هتحصل من وراها؟ تحديدا هي المحافظة التي يعين فيها محافظ بهذه المواصفات؟ هذا السؤال. هي يعني الاختلاف على، معلش برضو مرة تانية، الاختلاف على مسألة الديانة أم على مسألة الموقف من الثورة من منصبه الأمني القديم؟ هي تطورت إلى كده، لكن هم كانوا بيبحثوا عن إجابة. أن أي ما كانت المسألة يعني قنا لا تعترض على ديانة المحافظ، بدليل إنها عاشت مع اللواء مجدي أيوب وكان محافظ جيد جدا. طيب. وأحبها وأحبته الجماهير ولم تعترض عليه. طب كويس. إذن مش القضية قضية ديانة المحافظ. يعني وشارك المسلمين في أفراح. بس وحضرتك بتقول إجابة على السؤال. طب ما هو مفيش أبدا إجابة بالنسبة لتعيين أي محافظ في أي محافظة، يعني مفيش تقرير بيوصل لنا إنه تعيين المحافظ ده بناء عليه. زي ما بقول لحضرتك، هي فكرة المعلومات المتعلقة بهذا المحافظ وأنه يعني بالنص كده على عبر الفيسبوك، وزي ما حضرتك أشرت إلى فكرة، نعم شباب ائتلاف قنا تحديدا او شباب عملوا عدد من شباب ائتلافات الثوره في مراكز ومحافظات الصعيد، كل محافظه عملت شباب ائتلاف. هم كاتبين نرفض، هم كاتبين على وده جالنا كمان على الموقع الخاص بينا او الصفحه الخاصه بينا على الفيسبوك، هم قايلين انه نرفض معايير الرئيس السابق مبارك، نرفض لواء شرطه. أيوة. ده وفقا لما يذكر، ده مش موقفي. نرفض التنميه المشروطه، وقايلين انه في علاقه ما بين مساله الظهير الصحراوي وتنميته. يعني عاوز اقول لحضرتك، لما راحت لهم المعلومات من شباب القاهره باعتبار ان الثوره يعني اندلعت من ميدان التحرير، وبقى الفروع شباب ائتلاف الثوره في المحافظات الصعيد، والاحساس ابناء الصعيد انهم لم يشاركوا في الثوره او اتهموا بهذا، فقرروا أن يتصدوا لهذا الاختيار بمنطق أن ذلك ينتمي لنفس النظام وأنه متورط ما في الاعتداء على المتظاهرين. وهذه المسألة كان يؤكدها المتظاهرين في قنا تأكيد بالغ، وعبر المواقع الإلكترونية وعبر النشرات الإخبارية والصحف كان دايما يؤكدوا هذا الإحساس. فكري يعني امبارح مثلا صارت شائعة كادت تحرق قنا وبما فيها فكرة أن قنا أعلنت أنها ولاية إسلامية، شائعة كادت تعلن هذا، يعني من ضمن استغلال هذا المناخ السيء. هو انت في وسط الكلام ده كله بتشتغل بقى، في وسط الكلام ده كله اي حاجه تنتشر غير صاحب، يعني ما حدش يعرف في هذه اللحظات سوف يصل الشيخ محمد حسان من اجل هذا الموضوع لتهدئه الناس وتاكيد ان الموضوع لا يتعلق. هي دي نقطه مهمه يا استاذ عبد العزيز. هنا بقى كده هنا بقى ركوب الموجات. ما انا بتكلم هنا ركوب الموجات. يعني ايه دخل الشيخ محمد حسان ولا الشيخ مش عارف مين في هذه المساله؟ يعني اللواء انا خايفه ان الامر يتوجه بحساسيه كمان لو توجه. ما هو زرع الفتنه، ما هو ده زرع الفتنه. يعني ما هو ده يعني الذي اصدر قرار بتعيين هذا المحافظ مع احترامنا له لقنا ولم يضع في حسبانه المساله الاولانيه اللي انا قلتها، انه هنا مختصه بنوعيه محدده من المحافظين، لم يضع في حسبانه انه بهذا القرار بيزرع الفتنه، لانه اصبحت المساله تصور على انه اهالي قنا رافضين لمحافظ. ده غير صحيح، ده طيب غير صحيح. اللي افظع منها بقى
انه ركوب يتم حلها الموجة. إنه يتم حلها كمان بشكل دي اشكاليه بعيد عن الدوله. دي اشكاليه. نيجي بقى لما سيحدث لو فرض انه الحكومه استجابت. يعني الحكومه في مأزق دلوقتي. يعني لو الحكومه استجابت وعزلت هذا المحافظ او نقلته الى ممكن محافظه تبقى موضه أخرى، بقى نشوف كل يبقى المحافظات حطت مبدا. بس هو احنا دلوقتي إنه- مش عارف الظرف الدستوري اللي احنا فيه بيقول انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو اللي بيتولى هذا الملف. بما لا، انه قائم أنا باعمال أعتقد رئيس بما انه مجلس قائم باعمال لا هو دلوقتي احنا عندنا ورق، عندنا اعلان دستوري بيقول انه القائم باعمال رئيس الجمهوريه هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وبالتالي هو مسؤول عن ملف المحافظين. اوكي، لكن انا اللي عرفته او اللي قريته انه مجلس الوزراء هو اللي